السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. grade 4، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم مع بعض في lesson 2 عن حاجة اسمها ال types of adaptation. طيب ال adaptation أصلا كان ليها definition characteristics that help living organism to survive and reproduce. نخلي بالنا هي character بتساعد مين؟ ال living organisms بس، مش عند ال non living thing. ليه؟ to survive and reproduce. طيب وبعدين بيقول لي بقى انه الادابتيشن دي ليها two types. تمام، ليها نوعين. في الاول تعالوا نشوف اول حاجة قدامنا. بيقول لي انه الكامل اللي قدامنا ده جسمه بيتغطى بايه؟ بهيري سكين. طب يا ترى ليه جسمه بيتغطى بهيري سكين؟ هيري سكين يعني ايه؟ يعني سكين عليه شعر. تمام. طيب احنا عارفين ان هو الكامل ده عايش في الصحراء والجو حر قوي، فربنا خلى جسمه عنده سكين وشوية هير صغيرين عشان يحموا جسمه. اما مثلا البولر بير اللي عايش وسط التلج، ربنا خلق له الثيك وايت فير فعلا، بس عشان يعيش في السنو ولا عشان يعيش في الفورست؟ فطبعا هنا هتبقى غلط ودي اكيد هتبقى صح. طيب انواع الادابتيشن يا جماعه، بيقول لي هي structural adaptation و behavioral adaptation. من الاخر كده لما اي حاجه يقول لي عليها افكر مع نفسي يا ترى ربنا خلقوا بيها ولا لا. تمام. يبقى structural adaptation دي حاجة ربنا خلقنا بيها. هي ليها definition هيجي في الايه، في scientific term. هي change in body structure. تمام. that help living organism to survive. تمام، حلو جدا. طب اديني example كده على حاجة ربنا خلقنا بيها تقدر تخليني اقدر اعيش كويس. مثلا احنا كهيومن ربنا خلق لنا organ زي مثلا digestive system علشان يخليني اهضم الاكل، اكل كويس ويعمل absorb للنيوترينز كمان. اوكي. ربنا خلق لي الجلد بتاعي مغطي جسمي كله. ليه؟ علشان يحميني. وكمان لا قدر الله لو حصل في كوتنج او حاجة، ربنا خلق لي البلد بيعمل كلوت علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر الدم ما يطلعش لبره. تمام، كل الحاجة دي احنا هناخدها. طب بالنسبة للانيمالز بقى، بالنسبة للانيمالز لو قال لي الثيك فير بتاع البولر بير ده نوع ايه، اقعد افكر واقول دي حاجة ربنا خلقوا بيها، يبقى اذا هي structure adaptation. طيب البلود فيزلز بتاعت البينجوين فيتس، البلود فيزلز اللي احنا لسه قلنا عليها، اللي احنا كنا شارحينها الحصة اللي فاتت، انه الورم بلود بينزل لتحت والكولد بلود بيطلع لفوق وبعدين بيعملوا wave around each other. فدي ايه؟ حاجة ربنا خلقه بيها، هو ما عملهاش لنفسه، فاذا هي structure adaptation. يبقى انا محتاجة من هنا اعرف ايه هي ال types of structure types of adaptation. نوعين، واحدة structure واحدة behavioral. الستراكشر هو change في البودي structure. تمام، خلي بالنا ان هي دايما بتحافظ على الكائن الحي وانه يفضل عايش زي البلود فيزل بتاعت البنجوين والايه والثيك فير. اما بعد كده البيهيفيرال ادابتيشن، فالبيهيفيرال ادابتيشن هنا هو change in behavior او change في الاكتيس. يعني ايه؟ يعني حد عمل حاجة، يعني behavior يعني سلوك. برضو نفس الكلام لمين؟ living organisms بس to survive and reproduce. الاكزامبلز بتاعتي الديزرت lizard، مالها؟ كانت في يوم الجو حر بتقعد تعمل finding shaded area، بتدور وتبحث على منطقة ظل علشان تستخبى. طب هي اللي بتعمل ولا ربنا خلقها كده بالقعدة في المكان الظل؟ لا طبعا، هي اللي بتعمل كده لما بيجي الجو ايه، يكون شمس قوي. تمام، فهي ده ايه؟ behavior. تمام. اما migration of some animals and birds، ايه الموضوع؟ انه في طيور وفي حيوانات بتهاجر من مكان للاخر لما الدنيا بتبقى برد او جو شتوي جدا ومفيش اكل كتير، فبيروحوا سايبين المكان ورايحين مكان تاني. يبقى انا بدأت معاكم ب طبعا الادابتيشن الحصة المرة اللي فاتت، والمرة دي اخدنا انواع الادابتيشن. اوكي. طيب ندخل بعد كده على examples بقى على الادابتيشن. فبيقول لي ايه؟ فبيقول لي بص كده انا هوريك احنا هنتكلم عن ايه. هنتكلم عن 3 examples. واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه فانك فوكس، والتاني اسمه ايه؟ والتاني اسمه اراكتيك فوكس. تمام. والتالت اسمه بول شارك. في كل واحد فيهم هتكلم عن structure adaptation وعن behavioral adaptation بتاعته. structure adaptation حاجة في جسمه ربنا خلقها له. behavioral adaptation حاجة هو بيعملها بنفسه عشان يقدر يعمل survive او يقدر ايه، يفضل عايش. طب تعالوا كده نشوف الفينيك فوكس ده ايه ده احنا هناخد 2 فوكسز، والاتنين ايه، قرايب، ده فوكس وده فوكس، بس ده عايش فين وده عايش فين؟
اول حاجه هيتكلم عن الهابيتات. الفينيك فوكس ده عايش في الهوت دراي ديزرت، عايش في الايه، في الصحراء الحاره قوي، وبالتالي الجو عنده حر. تمام. طيب فبيقول لي ايه، طب تخلي بالنا برضو انه الديزرت النهار حر وبالليل برد. فبيقول لي انه الفينيك فوكس ده ربنا خلق عنده فر، واحنا واخدينها من المره اللي فاتت. فر يعني فرو، الفرو بتاعه ساندي كولرد فر، لونه زي لون الرمله، او تاند كولر كود. تمام. طيب يا ترى ليه؟ عشان احنا عارفين to camouflage, to hide in sand and rock environment, sneak up on prey. كل ده احنا حافظينه. تمام. وبيحميه برضو في الايه، من الشمس القويه قوي، علشان ما تحرقش جلده زينا لما بنطلع مرة في الشمس ولا حاجة، او بنروح المصيف بنرجع متحمصين. طيب رقم 2 عنده اكسترا لارج اير. عنده ايه؟ اكسترا لارج اير يعني ايه؟ يعني ودان طويلة، ودان طويلة. تمام. اوكي. طيب يا ترى ليه ودانه طويلة؟ ودانه طويلة علشان لوز هيت. يبقى ناخد بالنا بقى من كل كلمة. يبقى انا بدأت بالفينيك فوكس اللي هو اسمه ثعلب الصحراء، عايش في الهوت دراي ديزرت يعني الصحراء الحارة. خلاص. ربنا خلق عنده الفرو بتاعه تان كولر او ساندي، ربنا خلق له ودان طويلة. تمام. وكل حاجة وليها سبب. طب يا ترى بالنسبة للبيهيفيرال ادابتيشن هو بيعمل ايه؟ هو it pants like dogs يعني ايه؟ يلهث مثل الكلب. طب يا ترى ليه بيعمل كده؟ طبعا الجو حر يا جماعة، فهو بيطلع لسانه علشان ايه؟ يزود البريذنج، عمال ياخد تنفس كتير كتير كتير. تمام. يبقى في البيهيفير it pants like dogs to cool its body، ده المهم. خلاص. بس هو هنا بعد كده بيشرح لي بيقول ايه، ده بياخد 700 نفس في الايه، في الدقيقة، عشان دخل هوا كتير جوه ويبرد نفسه. رقم 2 it lives in burrow. يعني ايه live in burrow؟ live in burrow يعني بيعيش في جحر، يعني بيحفر يحفر يحفر وينزل تحت الارض ويستخبى في جحر. ليه؟ علشان keep its body cool، علشان يفضل ايه ده، يعني الجو حلو عنده. تمام. ورقم 3 eat all kind of food. بياكل كل انواع الاكل، اي حاجة في وشه هيلاقيها هياكلها. زي مين؟ ممكن ياكل الانسكس، الايه، الحيوان سوري الحشرات، الفروتس النباتات، البلانت روتس جذور النبات، حتى لو في animals prey في منها remains يعني بقايا، هياكل برضه. تمام. خلاص. ده مين؟ ده ثعلب الصحراء. هذا الثعلب المكار، اول حاجة الفر بتاعه تان color، تاني حاجة عنده extra large ear. بالنسبة للbehavioral adaptation pants like dogs, live in burrow, eat all kinds of food. بعد كده الاركتيك فوكس اللي هو مين؟ اللي هو ثعلب بتاع مين؟ اللي عايش في التندرا ديزرت. ايه ده، هي فيه ديزرت اسمها تندرا؟ دي ديزرت غريبة قوي، في الشتاء بتبقى متلجة وفي الصيف بتبقى زي ما انتوا شايفين كده فيها زهور وفيها حاجات جميلة قوي. فعلشان كده هنيجي نتكلم عن الاركتيك فوكس ده وهنقول انه غريب جدا جدا جدا. طيب غريب ازاي؟ بيقول لي ان الكود بتاعه، الكود يعني الكود يعني زي ايه، احنا واخدين كود بالانجلش يعني معطف كده او بلطو او حاجة. هو الفرو بتاعه كده ربنا خلقه له عشان يحميه. فبيقول لي ايه، بيقولي انه الفير كوت بتاعه ده بيكون white during winter، لونه ابيض وقت الايه، وقت الوينتر. تمام. ولكن بيتحول الى اللون البراون في السمر. ياه سبحان الله. كل ده ليه؟ to snake up on prey، علشان يتخفى ويخدع الفريسة في اي سيزن. دنيا تلج تلاقيني ابيض، الجو مش تلج تلاقيني بني and so on على طول. تمام. طيب بعد كده بيقول لي اللي هناك اللي فوق اللي هو الفانيك فوكس كانت ودانه طويلة، الراجل ده بقى رجله ودانه قصيرين. ليه؟ لان الجو عنده برد فهو عايز يفضل دافيان. تمام. وبرده الثيك فير بتاعه علشان يفضل ايه، عشان يفضل دافيان، لانه عنده سيزن مليان برد والجو ايه، والجو برد قوي. اما البيهيفير فهي زيها زي الايه، الفانيك فوكس بالظبط، ولكن ده ليفن بارو، بيعيش في البارو. خلاص. وبياكل كل الكايند اوف فود ان 6
fruits plant roots أو remains of animals prey others animal prey، ولكن الفرق الوحيد ان ده كان بيعمل pants like dogs، لكن ده لأ. ليه؟ لأنه أصلا الفانيك فوكس عايش في الحر فبيضطر يعمل كده. تمام. طيب تالت انيمال معانا هنتكلم عن الهابيتات بتاعته، هنتكلم عن الستراكشر ادابتيشن بتاعه، هنتكلم عن البيهيفير ادابتيشن بتاعه. هو مين؟ هو البول شارك. البول شارك ده اللي هو مين؟ اللي هو القرش. والقرش ده عايش فين؟ المفروض انه في المياه المالحة، ولكن طالما قلت بول شارك يبقى الراجل ده عايش في المياه العذبة والمياه المالحة. طب بيعمل ايه الراجل ده؟ ايه اللي جابه المياه العذبة؟ يعني ممكن نلاقيه في النيل يا مس، اوقات بيبقى في النيل. فبيقول لي ان البول شارك ده سبحان الله الراجل ده بيعيش في الفريش والسولت ووتر، وده بنتسأل فيه على طول. علشان كده ربنا خلى جسمه، يبقى ربنا يبقى structure adaptation، خلى جسمه ايه؟ adapted to survive، يعني يتكيف علشان يقدر يعيش في الفريش ووتر. طب هو في شاركس تانية غيره؟ ابدا، no other sharks can live in fresh water، مفيش نهائي. تمام. طيب رقم 2، طبعا عنده شارب تيث، سنانه قوية جدا. ليه؟ خلي بالنا عشان بنتسأل فيها برضو to cut its prey flesh. تمام. طيب بالنسبة بقى للbehavioral adaptation هو بيعمل ايه الراجل ده؟ it eat different types of food. يعني ايه؟ ياكل كل انواع الفود، ياكل اي حاجة يا جدع، مش مهم معاه. تمام. رقم 2 it hunts during day and night. يعني ايه hunt during day and night؟ يعني عمال يصحى بالنهار ياكل، بالليل ياكل، بالنهار ياكل، وبالليل ياكل. طب كل ده ليه؟ لان هو على سفر يا جماعة، لازم ياكل بالهنا والشفا. تمام. بيقول لي so it can surprise يعني هيفاجئ او يخدع برضو الفريسة بتاعته. تمام. ماشي يا جماعة، تعالوا كده ايه بسرعة جدا نشوف تاني احنا كنا بنتكلم عن ايه. كنا بنتكلم عن انواع الادابتيشن، في structure وفي behavior. الستراكشر دي حاجة ربنا خلقنا بيها، البيهيفير دي حاجة احنا بنعملها واخدنا examples عليها. وبعد كده اتكلمنا عن الاركتيك فوكس والفانيك فوكس. فانيك يعني عايش في الصحراء وبيبقى حران يا عيني فبيعمل بانس لايك دوجز. اما الايه الاركتيك فوكس عايش في التندرا وجو عنده برد، فايه فبرد وشويه كده بيحرن، فالراجل ده بيغير من الكولر بتاع الفرو بتاعه. واخر واحد معانا هو البول شارك، هو الشارك الوحيد اللي يقدر يعيش في الفريش والسولت ووتر. وبيقول لي البادي بتاعه survive adapted to survive in ايه in fresh water. خلاص. وكمان عنده sharp teeth. وبالنسبة للbehavioral adaptation it eats all kind of food، كل الأكل عمال ياكله. وكمان حاجة مهمة جدا ان هو hunts day and night. طيب اخر حاجة معايا نسيت اقولها، الكاونتر شيدنج اللي بيجي اصلا فيها اسئلة. الكاونتر شيدنج دي عبارة عن كاموفلاج استراتيجيز. طبعا الكاموفلاج يعني ايه؟ يعني استغماية بالعربي كده. يعني لما اكون عايز العب انا واخواتي او انا واصحابي بنلعب استغماية وبنستخبى، اللي يستخبى تحت السرير واللي يستخبى في الدولاب واللي يستخبى تحت البطانية. تمام. هو بالظبط كده، بس احنا اللي بنعمل الاستغماية، فاحنا ده behavior بتاعنا، لكن هم ربنا خلقهم بالحاجة دي علشان يعرفوا يستخبوا، علشان يعرفوا يعيشوا. فبيقول لي البول شارك ده عمل ايه او ربنا خلق له ايه علشان يعرف يصطاد على طول طول الليل والنهار في كل وقت في اي مكان. بيقول لي عنده كاركتر او عنده استراتيجي اسمها كاونتر شيدنج. كاونتر شيدنج معناها التخفي. بيعمل ايه الراجل ده؟ ربنا خلق له ظهره الباك بتاعه لونه دارك، والبيلي بتاعته لونها ابيض. البيلي يعني بطنه. ليه؟ to sneak up on prey. to sneak up on prey يعني sneak up on prey يعني يخدع الفريسة. تمام يا حبايبي. طيب لحد هنا الحمد لله خلصنا بارت 1، وان شاء الله هندخل المرة الجاية على خير نكمل مع بعض بارت 2 ونحل شوية اسئلة. يا ريت نذاكر ونحط خط تحت الحاجات اللي انا حاطه تحتها خط، او نحط الالوان زي ما نحب، اللون اللي احنا نحبه، بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر نذاكر. يا ريت يعني تعيدوا الفيديو كذا مرة ولحد ما تحفظوا الحاجات. اوكي. في بعض يعني في مننا طبعا مش كل الناس زي بعضها، في مننا محتاج يسمع كذا مرة، وفي مننا محتاج مرة واحدة، وفي مننا اللي مذاكر خلاص، وهكذا. تمام.
ان شاء الله نستفيد باذن الله مع بعض، والله المستعان. ما تنسوش بقى لايك وشير. يلا، سلام عليكم.